كافاني عندما يسجل مش بيسجل كده وخلاص، لا 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 لا، هدف يبقى في الذاكرة طويلا، هدف لا ينسى. إدينسون روبرتو كافاني جوميز، الصياد اللي هينتشل أهله من الفقر، أمل الأوروجواي في كأس العالم، ملك نابولي ومهدد عرش مارادونا، ماتادور باريس وبرجها التاني، المهاجم المتكامل، أفضل لاعبين جيله، من القلائل اللي قدروا يسجلوا بكل الطرق الممكنة. يوم 14 فبراير سنة 1987 في قارة أمريكا الجنوبية في الأوروجواي، وبالتحديد في مدينة سالتو، ويوم عيد الحب اتولد كافاني وسط أسرة فقيرة وبسيطة. والدته بيرتا جوميز كانت مجرد ربة منزل، والده لويس كافاني كان صياد عادي. كافاني كان الأخ الثالث لوالتر وكريستيان اللي لعب معاهم من صغره برغم فرق السن، ومن هنا اكتسب صلابته وقوته البدنية، واتولد حبه للكورة، وتعلم منهم ازاي يقضي وقته في الفرجة عليها أو لعبها في الشارع من عمر ال6 سنين، عشان بعد كده يتعلق بيها أكتر، وفي عمر 11 سنة يقص شعره زي باتيستوتا اللي كبر وهو شايفه بطله الأول وقدوته. ومع تشجيع والده اللي كان لاعب قديم ومتيم باللعبة وتدريبه وتحضيره من صغره، بصعوبة بدأ أول محطة ليه، وخرج من سالته المتواضعة للعاصمة مونتيفيديو، وانضم لنادي دانوبيو في عمر 13 سنة، وقضى في فريق الناشئين سنتين كانوا كافيين لتأسيسه وتحويله من لاعب وسط لمهاجم. وسريعا لاحظوا موهبته وبنيته القوية فصعدوا للفريق الأول سنة 2005، ولعب معاهم موسمين. في الأول لعب 15 مباراة قدر يسجل فيهم 7 أهداف، وفي التاني لعب نفس عدد المباريات وسجل 5 أهداف بس. لكن المميز في الوقت ده واللي خلاه يبدأ مسيرته الاحترافية هو اختياره للعب مع منتخب أوروجواي تحت 20 سنة في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب سنة 2007. لعب كافاني بطولة مرعبة بالنسبة لسنه، وسجل ماتش ورا التاني لحد ما وصل ل7 أهداف في ال9 مباريات، وأهدى لبلده المركز الثالث وأهلهم لبطولة العالم تحت 20 سنة. كل ده لفت الأنظار خارج الأوروجواي، وبالأخص العيون الإيطالية يوفنتوس والميلان. لكن بيظهر باليرمو وبيخلق حالة من الصدمة، وبيعلن رئيسه ماوريتسيو في 29 يناير 2007 التعاقد مع أهم موهبة أوروجوانية مقابل 4.5 مليون يورو، وده كان أكبر رقم يدخل خزينة دانوبيو، وساعدهم بعد كده يدعموا صفوفهم ويفوزوا بالدوري. ومع إن ده ما كانش أحسن اختيار، بس كان حلم من أحلامه اللعب في جنة كرة القدم زي قدوته. بدأ كافاني رحلته مع باليرمو بديل، نزل في الدقيقة 55 وفريقه متأخر بهدف، ومحتاجش أكتر من 15 دقيقة عشان يسجل التعادل، وقضى باقي الموسم ب6 مشاركات وتسجيل هدف تاني. لكن ده ما كانش كافي، لأن الفريق بيمتلك مهاجمين كانوا أقوى منه وقتها، ولولا تدخل القدر ورحيل مهاجم منهم ما كناش هنشوف كافاني بيلعب الموسم اللي بعده، اللي بدأ بمستوى متوسط طول ال37 مباراة اللي شارك فيهم، وسجل 5 أهداف بس. آخر الموسم ده 2006-2007 اتجوز كافاني من ماريا كابريس، وتقريبا ده كان دافع قوي انه يبدأ الموسم الجديد في فورمة أعلى، وسجل 15 هدف في ال36 مشاركة. وهنا بدأت المكنة تطلع قماش، والأول مرة يطلق على كافاني الماتادور، قاتل الثيران. وقتها استدعاه منتخبه عشان يمثل الفريق الأول لأول مرة في حياته، وكانت مباراة ضد منتخب كولومبيا القوي وانتهت بالتعادل 2-2، وكان ليه نصيب يسجل هدف منهم. رجع كافاني الموسم اللي بعده في فورمة أقوى، وشارك في 37 مباراة وسجل 15 هدف، وكان السبب الرئيسي في تقدم باليرمو في الدوري، وأهداهم بطاقة مشاركة أوروبية عشان في إبريل 2010 يوقع عقد جديد مع باليرمو لحد 2014. لكن المستوى اللي كان فيه كافاني كان علامة نور لنادي نابولي اللي ظهر في الصورة وأغرى إدارة باليرمو بعقد إعارة مع حقية الشراء بمجموع 17 مليون يورو. وبينهي كافاني رحلته مع باليرمو ب 117 مشاركة و37 هدف و7 مساهمات. وفي فترة التوقف الدولي بيروح تاني للمنتخب، وبيلعب ماتش ضد المكسيك في دور مجموعات كأس العالم 2010. وفي الماتش ده صنع كافاني تحفة فنية لسواريز اللي قبل الهدية فورا وسجل الهدف الوحيد.
وتأهلت أوروجواي للأدوار الإقصائية عشان بعدها تقابل ألمانيا في عصرها الذهبي. وبيبدأ الماتش بسرعة بتسجيل مولر في الدقيقة 18، وأثناء احتفال لاعبين ألمانيا المخرج بيعرض كاميرا كافاني وكأنه بيقول للجمهور ركزوا معاه. وفعلا ما عداش 10 دقايق وكافاني استقبل هدية من سواريز خلصها في الشبكة، لكن الألمان عملوا ريمونتادا عظيمة وقدروا ينهوا الماتش 3-2 عشان يطلع على السويد ويشارك في أول مواجهة أوروبية ليه ضد إلفسبورج، وينزل كبديل ويسجل هدفين ويكسب أول ماتش ليه مع نابولي، ويرجع لاستوديو دياجو أرماندو مارادونا ويبدأ الدوري بأول جولة ضد فيورنتينا ويسجل في أول 7 دقايق. وماتش ورا التاني كافاني بيمارس هوايته المفضلة وهي التسجيل بكل الطرق الممكنة في 4 مباريات متتالية. وفي مواجهة ضد تشيزينا المدرب قرر يركن كافاني دكة لحد ما وصلوا للدقيقة 60 ونابولي متأخر بهدف. هنا المدرب رمى أهم كروته ونزل كافاني اللي ما كدبش خبر وساعد في هدف التعادل، وبعدها على طول سجل هدف الفوز. ده تأثير مبهر، بس المدهش انه سجل التالت كمان، وانتهت المباراة بفوز نابولي 4-1. والأداء ده خلاه يتساوى مع إيتو اللي كان بيلعب للإنتر وقتها في صدارة هدافين الدوري الإيطالي. وقتها هجوم نابولي رعب أوروبا كلها لأن كافاني ما كانش لوحده، وشاركوا الأضواء لافيتزي وهامسك، لكن كافاني كسبها لوحده بعد ما سجل هدف مهم ضد ستيوا بوخارست في آخر ثواني، وحسن وضعهم في دور مجموعات الدوري الأوروبي. ودخل ماتش يوفنتوس في أفضل حالاته وعمل معجزة بتسجيل هاتريك رأسيات رهيب وأنهى الجدل تماما لصالحه، وأكد أفضليته أكتر بهاتريك تاني ضد سمبدوريا وهدف الفوز ضد روما. وبقى عادي نشوف كافاني بيسجل في كل ظهور، بس اللي ما كانش عادي إنقاذه لنابولي باستمرار، وطبعا انفرد بصدارة الهدافين وحط نابولي في المركز الثالث للدوري بفرق 3 نقط بس عن الميلان. لكن الفرحة ما كملتش لما خرج مطرود في مواجهة ليتشي وخسروا المواجهة 2-1، ودي كانت نهاية الموسم بالنسبة له، وما قدرش يحافظ على صدارة الهدافين ونابولي بعدت عن الدوري. لكن كل ده ما هزش صورته قدام الإدارة اللي قررت تجدد عقده لمدة 5 سنين. ومع رجوع المنافسات الدولية بيستدعى كافاني للمشاركة في كوبا أمريكا 2011 في الأرجنتين، وبدأ دور المجموعات بشكل كويس لحد ما اتصاب في تاني مواجهة ضد تشيلي وغاب باقي البطولة. لكن مستوى المنتخب كان قوي وقدروا يوصلوا للنهائي ضد باراجواي، وكان رجع كافاني من الإصابة ونزل في الدقيقة 63 وشارك في آخر هدف، وأكد فوز الأوروجواي بكوبا أمريكا للمرة ال15 في تاريخها، واستقبل أول مولود وسماه باتيستوتا على اسم قدوته. ودي كانت بداية جديدة بدأها كافاني بتسجيل التعادل ضد المان سيتي في أول مواجهة في دوري أبطال أوروبا، ورجع على الدوري سجل هاتريك ضد الميلان. ولما جه وقت العودة ضد السيتي حضر كالعادة وسجل هدفين الفوز وعمل موسم قوي وكان من هدافين الدوري. وفي الكاس وصل للنهائي ضد يوفنتوس وسجل هدف الفوز وكان هداف البطولة وسبب رجوع نابولي لمنصات التتويج من فترة كبيرة. وفي الموسم اللي بعده بدأ بمستوى أعلى، ومرة يرجع نابولي من الهزيمة ومرة يسجل هاتريك أو ميجا هاتريك عادي، وقدام الكبار كمان ما كانش بيرحم. في الموسم ده فاز كافاني بلقب هداف الدوري برصيد 29 هدف، والأهم إنه فاز بحب الجمهور اللي أطلقوا عليه ملك نابولي وحطوه في مكانة أسطورتهم مارادونا. لكن مستوى نابولي المتواضع مش بيساعده على تحقيق أي إنجاز يذكر، ومع اهتمام ريال مدريد وتشيلسي والمان سيتي بضم كافاني لصفوفهم وتصريح رئيس نابولي بسعر كافاني بيلاقي نفسه هدف لأكبر أندية أوروبا، فبيقرر ينهي رحلته في إيطاليا بعد 3 سنين لعب فيهم 138 مباراة وسجل 104 هدف وصنع 14. وعكس التوقعات كافاني قبل عرض باريس سان جيرمان وراح فرنسا مقابل 64 مليون يورو عشان يكون سادس أغلى لاعب في التاريخ وقتها. وبرغم توتر علاقته وانفصاله عن زوجته بدأ كافاني الموسم بشكل مقبول وسجل في أكتر من مناسبة، وأنهى الموسم ب 25 هدف في 43 مشاركة. وقتها استقبل مولوده الثاني وده خلاه في حالة أفضل عشان يعمل موسم أقوى ويسجل 31 هدف.
وفي الموسم الجديد بدأ يظهر بنفس تأثيره أيام نابولي، وسجل هدف الفوز ضد ليون في نهائي السوبر الفرنسي، وبعدها في مواجهة مارسيليا في الكاس سجل هدف الفوز، وكمل وتوج مجهوده بثلاث ثلاثيات متتالية. وكل ده كان في وجود الوحش السويدي إبراهيموفيتش اللي قرر يمشي وقتها لإنجلترا ويسيب مركز المهاجم تحت مسؤولية كافاني. وفي سبتمبر 2016 كانت المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا ضد أرسنال، سجل كافاني أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد 44 ثانية بس، وفي الدوري سجل رباعية ضد كين، وكمل بالتسجيل والمساهمة في كل ظهور، والفريق بقى يعتمد عليه اعتماد كلي، وأثبت إنه من أفضل مهاجمين العالم، بالأخص بعد وصوله ل 100 هدف في وقت قصير جدا، وبقى تالت لاعب يسجل الرقم ده في دوريين مختلفين بعد إبرا وهيجوايين. لحد ما ظهر في الصورة نيمار ومبابي اللي وصلوا باريس كأغلى صفقتين في التاريخ، وخلقوا تهديد لنجومية كافاني ومكانته في الفريق. لكن ده ما كانش غير دافع في انه يظهر بمستوى اقوى ويسجل في كل مواجهات دوري الابطال، وفي الدوري كمان كان صاحب التأثير، وقدر ينقذ باريس من هزيمة العدو اللدود مارسيليا، وسجل هدف التعادل من ركلة حرة، وحافظ على حضوره كل ماتش، ومعدله التهديفي ما تأثرش. لكن في موقف غريب في مواجهة ليون، باريس أخدت ضربة جزاء، ودانيال ألفيس حاول ياخد الكرة من كافاني عشان نيمار يسدد مكانه، ومع ان الموقف عدى وكافاني هو اللي سددها، كانت دي بداية النهاية. وفعلا بعدها نيمار بقى المسدد الرسمي لباريس، وبيرجع تاني مع المنتخب وبيشارك في كأس العالم 2018 بعد فترة من غياب أوروجواي عن الساحة، وبيقدموا أداء مقنع وبيصعدوا الدور ال16 بعد ما سجل كافاني هدف الفوز ضد روسيا. وفي مواجهة البرتغال سجل هدفين الفوز وصعد لدور الثمانية، برغم انه خرج مصاب في بداية الشوط الثاني، وده خلاه يغيب عن مواجهة فرنسا اللي خسروا فيها 2-0، وفضل بعيد عن الملاعب فترة لحد ما رجع مع باريس في مواجهة أنجيه وسجل هدف رجعه تاني لفورمته، وقدر يتخطى رقم إبرا وبقى الهداف التاريخي لباريس، وقضى موسم كويس نسبيا لحد ما توقفت الأنشطة الكروية بسبب كوفيد-19. وقتها عقد كافاني كان في آخره، وإدارة باريس عرضت عليه عقد قصير، فما عجبهوش العرض واعتبره إهانة ليه، وقرر يمشي بعد ما خلصت مدة عقده، وأنهى رحلته مع باريس بعد 7 سنين ب 301 مشاركة وتسجيل 200 هدف و43 مساهمة. كافاني الخبرة، كافاني القناص، كافاني حسن التمركز، كافاني الأرقام القياسية. ورجع للأوروجواي وفضل حر فترة. يقال إنه كان بيستقبل مولوده الثالث من صديقته جوسلين بورغارت. كافاني صرح قبل كده انه ما عندوش مانع يقضي باقي حياته كمزارع في ريف الأوروجواي لحبه في البيئة دي. واللي ما تعرفوش عن كافاني انه من هواة الأدب وألف كتاب بالفعل، لكن أكيد مش دي نهايته مع الكورة. بعد ما طولت المدة لدرجة انه كان بيتدرب بشكل خاص في نادي صغير عشان ما يفقدش لياقته، وفترة الانتقالات خلصت كلها ومستقبله مجهول، فاجئ الكل بتوقيعه لنادي مانشستر يونايتد في آخر 10 دقايق في الميركاتو، وبدأ رحلته مع اليونايتد في أقوى دوري في العالم، وأثبت إنه قادر يلعب في أي مستوى، ومتعنا بأهدافه اللي بقت ماركة مسجلة باسمه، ورجع اليونايتد من فترة صعبة للفوز بنتائج كبيرة ضد فرق قوية. وفي الدوري الأوروبي فاجئ الكل بتسجيل هدفين في الذهاب ضد روما وزيهم كمان في الإياب، وصعد باليونايتد لربع النهائي، وكان لاعب الشهر في الفريق وفاز بهدف الشهر في الدوري. بس كالعادة لازم يكون في جزء حزين في القصة. خسر كافاني نهائي الدوري الأوروبي بضربات الجزاء ضد فياريال بالرغم من تسجيله هدف المباراة وركلة الترجيح، ومع انه جدد لموسم تاني قرر يمشي من اليونايتد بعد ما ظهر رونالدو اللي أخد منه رقم 7 وأخد كمان مركزه وسحب كل الأضواء ليه، وأنهى رحلته في إنجلترا ب 59 مشاركة وتسجيل 19 هدف وصناعة 6. وبدأ رحلة جديدة في إسبانيا مع فالنسيا، لكن الأمور ما مشيتش بشكل كويس وما قدرش يتأقلم معاهم، وبعد 28 مشاركة سجل فيهم 7 أهداف وصنع 2. قرر يرجع على أمريكا الجنوبية ويوقع لبوكا جونيور الأرجنتيني في صفقة حرة، ومع إنه بالخطوة دي بيقرب لنهاية مشواره بيشتعل تاني وبيرجع لمستوى ملفت،
وبيسجل أهداف مبهرة كعادته. وفي 2024 وبالتحديد من 7 شهور قرر كافاني يعتزل اللعب الدولي بعد مسيرة مرعبة مع أوروجواي، ومع مشاركة سواريز ليه في مركزه قدر يسجل 58 هدف في 136 مواجهة. وفي شهر 9 اللي فات اتعرض لإصابة غاب بسببها 3 مواجهات، ورجع بصورة باهتة وبقينا نشوفه على الدكة أغلب الوقت. لحد دلوقتي لسه تاريخ كافاني بيتكتب وبيتسطر مع بوكا جونيور، وغالبا هنسمع خبر اعتزاله قريب، أو هنشوفه موسم أو 2 كمان مع فريق خليجي أو صيني قبلها. كافاني عمل مسيرة قوية هتخليه من أفضل مهاجمين التاريخ لفترة طويلة. كافاني دلوقتي يملك 531 هدف و92 مساهمة، ودولاب إنجازاته مليان بكوبا أمريكا ودوري وكاس إيطاليين و6 دوريات و16 كاس فرنسي، وكتير جدا من الجوائز الفردية زي هداف أمريكا الجنوبية للشباب وهداف إيطاليا وهداف فرنسا أكتر من مرة، والقدم الذهبية من أهم الجوائز اللي بتزين مسيرته. مشكلة كافاني إن القدر أوجد له لاعب زي سواريز في المنتخب، ولا أحسن فترات حياته في نابولي مش هيقدر يحقق حاجة مع فريق متواضع، ولما راح باريس كان إبرة مكسر الدنيا واضطر يقعد دكة، ولما أخد فرصته ظهر له نيمار ومبابي، وحتى لما راح اليونايتد كريستيانو طلع له من تحت الأرض. يمكن لو كان اتحط في ظروف أفضل كان بقى في مكان تاني. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.